السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوة ينشرون من على وسائل التواصل الاجتماعي أو يدخلون على الخاص أو يتصلون يقولون ليش ما تحكي على أبو درع إسماعيل اللامي، ليش ما تحكي عليه مثل ما حكيت على باقي المواضيع، وتقول أنا ما خاف وأنا كذا. هي مو مسألة خوف ومو خوف عيوني، لكن أبو درع اللامي، أبو درع قبل من كان مسنود ما حكينا عليه، وهسه من راح السند مالته والتشوى مالته ما نقدر نحكي عليه. ليش ما نقدر نحكي؟ لأن هاي ولية مخانثة، ولية المخانثة مو ثوبنا. هاي أولا. ثانيا أنه القضاء العراقي تولى المهمة، ماضية معروف لكل الناس. ايش تحكي مثلا؟ ايش تريد تضيف مثلا؟ الماضي معروف، وإنسان كان يشتغل وكون بعد بالحلال بالحرام، اكو قضاء وهو يتولى المهمة. هاي اثنين. ثالثا انه ماكو انسان عاقل شريف منصف ما ينسى اذا عاقل وشريف ما ينسى الدور اللي لعبه ابو درع ايام من ختلة المخانثة، اللي شرد واللي ضم راسه واللي ما ادري شلون، وهو وربعه اللي صدوا للقاعدة وللإرهاب البعثي بكل قوة، وقدموا الشهداء وحموا بغداد وسقطوا القاعدة ببغداد. هذا كل الشريف ما ينساه. هالموقف المن لابو درع وقف القاعدة والإرهابيين على تك رجل. يوم كنا خايفين ومرعوبين وضامين رؤوسنا. هاي يكون المسألة ما ننساها. أما اليوم أنت تقول اكتشفنا عنده سلاح، هو منو ما عنده سلاح؟ أنت شوف العراضات اللي تقوم بها عشائر الجنوب، عشائر الوسط، وشوف كمية السلاح. روح من شمال العراق إلى جنوب العراق، نادرا تلقى إنسان ما عنده سلاح، سواء كان خفيف أو متوسط. منو ما عنده؟ احنا ما نريد ندافع ونبرر. قلت اكو قضاء وهو يحكم، اكو تجاوزات، اكو مسائل خالفة القانون، خالفة الشرع، خالفة الكذا، اكو قضاء وحكم، والقضاء قاعد يشتغل، مو اكو ناس قاعد تلغف والقضاء والحكومة وياها. هذا الفرق بين نحكي عليه او نحكي له. زين، فالعدة حكاية زايدة كون يضمها، لأن كل شيء مكشوف وكل شيء معروف. والشريف اليوم، الشريف اللي قابل الله بوجه أبيض، واللي باكر الشعب إذا سووا عليه ثورة كون ما ينسحل ويا اللي راح ينسحلون إن شاء الله. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.